عيدنا عيد الفايزين عود الله عليك. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون صحتكم؟ فيديو اليوم راح اسويكم تجهيزات العيد، وهنا انا صورت لكم مكياجي اللي طلبته وطلبت هواي شغلات حلوه وتخبل. هنا طلبت هذا جلوز كلش حلو ويجنن وعجبتني الطلبيه. طبعا هاي مسكرة بيضة صار على الرموش، وهذا همين يعني مرطب للشفايف، وهاي تحت العيون مخليهن. طبعا كلش حبيت هذا الكونسيلر، هم حلو ويجنن. وهاي الصبغ ظافير، طبعا صبغت من عنده وجربته على صبعي. هذا التنت يا بنات يجنن كلش حلو، حبيتها الطلبية. وهاي الحمر طبعا هواي شغلات بيها تجنن وكلش حلوة ونوعيتها كلش ممتازة، طلبتها من النت وروعة. حبيتها للطلبية كلش للعيد وتجنن. شنو رأيكم بيها؟ طبعا هذا الألف اللي زاد من التوصيل، فلوس التوصيل مالت الطلبية. هذا الفاونديشن كلش يجنن، فتمي أحبني. وطبعا هدى بيوتي كلش تجنن، هاي الباليت تخبر. وهذا همين حلو الباليت يجنن، كل الألوان بيه. هذا الصبغ طبعا همين هذا حلو، لقيته مفتوح حرامات ولقيته ناشف. طبعا مال الحواجب هو يرسم الحواجب حرامات، لقيته مفتوح وناشف ما استخدمته. هذا المرطب بجنن للشفايف، وفد مرة همين يلمعهن حلو. وهاي المسكرة همين روعة، جربتها وكلش حلوة. وهذا الإضاءة جلتر، او هذا الباودر يجنن همين. قلت لكم هدى بيوتي احبن مالتها يعني كلش الباليت يجنن. وهذا الفيكس بلاس على الوش يثبت المكياج. هذا الكونتورنج يخبل وهم يجنن. هاي الاظافر هم خالين ورموش. او حاطه سبلاش للجسم هم يجنن يا بنات، ريحته تخبل، ما اسالكم على ريحته كلش حلوه وتخبل. هذا الايلاينر هم حلو، وهاي الاقلام. وهذا فيتمي برايمر يجنن يخبل، جربته دائما انا استعمله فكلش حلو. وهاي الفرش همين حبيتهن كلش حلوات، وريش ناعمات تجنن. بس وهذا هي باليت المكياج اللي طلبته من شي&. وهنا هسه راح اراويكم الملابس اللي اشتريتها للعيد، ملابس وملابس اطفالي، البنوتات الحلوات رقاوي ومريومة همين. فراح اراويكم شنو جبت لهن للعيد. طبعا هنا مبينات قدامكم، وهنا بديت اطلعهن. طبعا هذا الصغيرون الحذاء، البنت المريومة الحلوة الصغيرونة كلش حلو ويجنن باللبس. طبعا نسقت لهن الملابس نفس الالوان، ما لقيت نفس البدلات اللي يعني بالقياس، بس يعني جبت لهن، حاولت اني يعني اجيبهن نسقهن نفس الالوان. هاي بدلة رقاوي بنتي، ان شاء الله راح انزلكم فلوج العيد، اول يوم العيد وثاني يوم العيد همين، او ان شاء الله راح تشوفون هن باللبس. هاي فستان بنتي مريم، وهم كلش حلو وروعة ويجنن حلو. حبيت انسق وياهن الاحذية كرمون البيضاء، بناتهن نفس الاحذية. طبعا هذا التراك مالت بنتي رقية همين. وهاي شيكالات، وهاي جبت لهن هواي شغلات بس نسيت اصورهن، يعني جبت لهن هواي شيكالات حلوة فما صورتهن. هنا طبعا هاي الملابس انا مالتي البسهن. طبعا صوت الاذان مستوى لان اذن عندنا. هاي الملابس مالاتي نسقتهن وياها الشال اسود، والحذاء هذا بلون البنطلون والجنطة بلون الشال. كلش حلوات باللبس ويجنن، وكلش حبيت يعني الموديل مالتهن. وهاي الجنطة همين كلش حلو شكلها وعجبتني حبيتها. هواي شبه الجنط طبعا، بس هاي حلوة. هذا لبس يوم ثاني يوم العيد البسهن للبنات ان شاء الله. هاي بنتي بدلة بنتي رقاوي كبيرة، هم كلش حلوة وكلش حلوة باللبس هم شكلها يخبلن. ان شاء الله اصور اذا لحقت بعد تعرفون عيد وهاي مناسبة حلوة وتجي بيها كل العوائل، فاذا لحقت اصور. طبعا حلوات ويجننن. هذا الحجاب الاميرات اللي هسه جاي ترند كلش حلو، حبيته باللبس همين. وهذا همين بالطباقة هم يجنن، نسقته ويا هذا الفستان اللي راح لبسه ثاني يوم العيد ان شاء الله.
من أروح أزور بيت جدي. يعني إحنا كل سنة هيك عندنا إنه ثاني يوم العيد نروح نسير على أقاربنا ونعايدهم. طبعا هذا نسقته وياه وكلش حلو، همين حبيته للفستان. وهاي التشاديش، طبعا هاي الدشداشة اللي جبتها حلوة، كلش حلوة يعني تمط ومريحة يعني كودري. وهنا طبعا افطار اخر يوم رمضان. طبعا فطرت لوحدي لان كان زوجي ما موجود، بس اني وبناتي فطور عادي يعني، لان بس انا وبناتي فما حبيت يعني اطبخ، وهاي طلعت الاكل الزايد وفطرنا بيه والحمد لله والشكر نعمة من الله. هنا أنا سويت كليجة، إن شاء الله راح أنزل لكم الطريقة بالفيديو الجاي. طبعا كلش كانت حلوة وهشة، ما صورت لكم كل شيء إن شاء الله حتى ما هذا يعني راح أنشرها بغير فيديو. كلش حلوة. وهنا أنا حطيتها تختمر ساعة كاملة وإن شاء الله أنشرها. حبايبي اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وقولوا لي شنو رأيكم بالكليجة بالتعليقات. كلش حلوة شكلها وكان طعمها هم روعة يجنن. الطريقة ان شاء الله راح انزلها، واللي حاب يجرب طريقتي بالكليجة يكتب لي بالتعليقات. يا ريت تتفاعلون وياي. وهاي هنا طبعا رسمت الحنة على ايدي وايدين بناتي، هاي ايد بنتي ورقية. هنا انا حبيت اني ارسم لها على هذه الطبعة، وهي اصرت انه من هاي الحنة احط بعد من هاي الحنة اللي احنا كنا قبل متعودين عليها. من كنا قبل اهلنا يخلونا حنة بايدينا احنا ونايمين، انه بالصبح نقعد نشوف ايدينا حلوات وحمر. وهنا انا بديت اخلي لها الحنة، هي حابتها كلش واصرت اني اخلي لها، بس هي اصلا ضوج من ريحة الحنة فما تحبها، بس تحب ان تشوفها يعني ايديها حمر. وهنا انا خليت لها الحنة بايديها وكانت كلش فرحانة. وان شاء الله الصبح اصور لكم الحنة شلون طلعت على ايديناتها الحلوة. مريومة طبعا ما خليت لها لان ما تحب الحنة، خليت بس الرقاوي. بنات إذا حبيتوا الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.